لا 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 لا، شايفين الجمال اللي في اول الفيديو؟ شايفين الاكله الرهيبه الخطيره اللي تدخل قلبك دي من غير استئذان؟ بص بص عليها وهي بتتجلب. يلا بقى عشان تعرفوا الاكله دي اتعملت ازاي. طبعا انا نفسي راحت الاكله دي اصلا، وطلبت من جوزي كده يجيب لي كابوريا وجمبري. جاب لي الكابوريا والجمبري اللي في السوق كله. شايفين حجم الجمبري عامل ازاي؟ طبعا انا متنضف وغسلته كويس جدا. وهنا عندي فلفل حامي وعندي بصل وعندي توم. هفرم ده كله كده في الكبة مع بعضه زي ما انتوا شايفين ناعم اهو، علشان خاطر نحضر الاكلة بتاعتنا. يعني اكلة خطيرة خطيرة خطيرة، وانا واثقة ان انت بعد ما تشوفي الفيديو ده هتروحي تعمليها. طبعا عندي هنا اندومي كوري من الحار، وعندي اندومي تاني علشان الاولاد. فاول حاجه كده حطيت كميه من الزيت. طبعا هعمل كل واحد في حله لوحده لان ده تحدي زي ما انتوا عارفين، وكل واحد فينا بياخد كميه زي التاني. وهنا حطيت بالعدد نفس اللي في الحله دي في الحله دي. يعني عديت الجمبري هنا وعديت الكابوريا هنا، ونفس العدد هنا حطيته هنا، علشان خاطر كله يكون واخد زي بعضه. اول حاجه ببتدي اعملها ان انا اشوح كده الجمبري مع الكابوريا الاول في الزيت اللي احنا حطيناه لعند لما يغير لونه. يعني شفتوا انتوا اللون الاورنج ده؟ احنا عايزين الكابوريا والجمبري يكون لونهم اورنج زي كده. شايفين؟ بحرك هنا وبحرك هنا. بس حاولي على قد ما تقدري ما تعمليش بالمعلقه كتير، علشان الجمبري اللي عندك مش يتهري منك، يعني الراس مش تتفصل عن الجمبريه. طبعا هنا حطيت كميه البصل مع الثوم مع الفلفل اللي فرمناه، شويه في الحله دي وشويه في الحله دي. وببتدي ان انا اشوحهم هنا اهو. يعني من قبل ما احط ميه او اي حاجه لازم نعمل الحركه دي يا جماعه. وعندي هنا التوابل، حطيت ملح وحطيت فلفل اسود وحطيت كمون وحطيت كزبره ناشفه. وحطيت شويه بابريكا من الحمرة دي، الفلفل الاحمر ده. طبعا زي ما انتم عارفين البحريات والاسماك والكلام ده بيحب الكمون جدا. وهنا كان عندي شويه صلصه كنت حطاهم في التلاجة. حطيت هنا معلقه صلصه اهي. وفي الحله التانية احط معلقه صلصه. شايفين حاجه كده خطيره خطيره خطيره. وبعد ما شوحت كويس جدا وخلاص بقيت عارفه ان كل حاجه شوحت معايا، حطيت هنا شويه ميه مش كتير طبعا، لان انا مش عايزه ميه كتير. هو بس الميه اللي هيستوي فيها الجمبري والكابوريا، واللي هحط فيها الاندومي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الكابوريا والجمبري كانوا خلاص استووا معايا. ما بتحطوش الاندومي الا بعد ما الكابوريا والجمبري يستوي يا جماعه. وكده كده زي ما احنا عارفين ان الحياة دي ما بتاخدش نار اصلا يعني. اخرها ربع ساعة على النار وتكون استوت معاكي. طبعا هنا الشوربة كانت معايا كتير شوية وانا بفضي، بس ظبطت الوضع يعني. وهنا بقى لازم ادوق معاكم كده، هي كده خطيرة خطيرة خطيرة. الوصفة دي تحفة، جربوها هتعجبكم جدا. ولما تعملوها بنفس الطريقة تعالوا اكتبوا لي في الكومنتات رأيكم فيها ايه. ولو عايزين وصفات كتير زي كده ومش هكتر عليكم في الفيديو، اكتبوا لي في الكومنتات. بحبكم جدا وباي باي.